النهاردة مفيش حاجة حصلت، ولا دموع ولا معجزة ولا حتى أزمة. يوم عادي جدا، بس فيه سؤال بيزن في دماغي: فين يسوع في الأيام اللي شبه الورق الأبيض؟ تفتكر لو يومك ما فيهوش حاجة يبقى ربنا مش فيه؟ هحكي لك النهاردة عن يوم شبه أي يوم. صحيت فتحت عيني بالعافية، مفيش حاجة مستنياني غير الشغل والزحمة وشوية روتين. عملت قهوة ولبست وخرجت، نفس الملامح في الشارع ونفس الوجوه اللي ماشية بسرعة، ولا ضحكة مميزة ولا دمعة نازلة ولا حتى خبر غريب. بس وانا راجع في آخر اليوم حسيت بحاجة غريبة. كنت تعبان وقلت كده في سري: يا رب، أنا مش حاسس بحاجة بس نفسي أحس بيك. واللي حصل بعدها بسيط. دخلت الأوضة ولقيت نور الشمس داخل من الشباك، وكان فيه صوت في قلبي بيقول: أنا معاك حتى ولو اليوم عدى ساكت. وشفت كده الكتاب المقدس مفتوح، وكان فيه آية: هوذا أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. حسيت إن قلبي بيصلي وبيقول: يا يسوع، أنا عارف إني مش دايما باخد بالي منك، وفي أيام كتير بتعدي وأنا مش شايفك، بس خليني أشوفك في التفاصيل الصغيرة، في النسمة، في السلام اللي مالي قلبي من غير سبب، في بسمة جاية من طفل أو كلمة بسيطة من حد مش واخد باله إنه بيطبطب عليا بيها. خليني أحس بحضورك حتى في الأيام العادية. لو حسيت انت كمان بربنا في يوم عادي، اكتب لي في كومنت: انا شفتك يا رب، وشارك الفيديو مع حد يمكن يكون مستني يسمع الكلمة دي. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشيره وتحفظه، يمكن الكلمة توصل لقلب تاني يكون محتاج يسمعها. يعني هو أنا لازم أعيط علشان ربنا يسمعني؟ فيه ناس بتفكر إن ربنا مش بيشتغل غير لما الدموع تنزل، بس يسوع بيشتغل في صمت ويحضنك وانت مش حاسس حتى انك محتاج حضن. كنت ماشية في مرة في الشارع لوحدي، مفيش اي حاجة مضايقاني، بس برضو مفيش حاجة مفرحاني. روحي كانت ساكتة وقلبي عادي، بس فجأة سمعت ترنيمة من عربية معدية: في وقت ضعفي أنت قوتي، وفي سكاتي أنت نوري. كنت حاسة اني قربت أعيط، مش علشان متضايقة، ولكن علشان حسيت ان ربنا بيقولي أنا شايفك حتى من غير دموع. وأوقات كتير بتجيلنا معجزات حتى لو عن طريق بس كوباية قهوة نشربها. في يوم صحيت متأخرة، مزاجي ما كانش ألطف حاجة ومش طايقة نفسي. لقيت ماما داخلة عليا بكوباية قهوة وقالت لي: صحيتك بالعافية، بس حاسة انك تعبانة. بصيت في عينيها وافتكرت الآية دي: قد كان لي فرح كثير وتعزية في ضيقاتي. المعجزة مش لازم تبقى حاجة سماوية. أوقات ربنا يبعت لك واحد بسيط جدا بكلمة أو حتى كوباية قهوة ويطبطب بيها على قلبك. مش معنى السكوت إن ربنا غايب. أوقات كتير بحس إن ربنا ساكت، يعني مفيش إحساس، ولا بيفتح لي آية ولا بيكلمني في حلم ولا حتى كلمة من حد. بس بعد ما قريت الإنجيل وركزت لقيت إن في فترات السكون دي ربنا بيكون بيجهزني، بينظف جوايا حاجات وانا مش واخدة بالي. زي ما الاب واقف يتفرج على ابنه وهو بيحاول لوحده، بس اول الابن ما بيقع بيجري عليه علشان يسنده. فالسكون مش معناها غياب، ده معناه ان يسوع بيثق فيك. كفاية يخليك تحاول لوحدك وهو واقف جنبك. ابسط كلمة شكرا يعني اقوى من اي صلاة. في آخر اليوم قعدت أراجع كل اللي حصل، ومفيش حاجة كبيرة، بس لقيت نفسي بقول: شكرا يا رب على النهاردة، شكرا على نعمة اليوم العادي. الكلمة البسيطة دي حسيت بعدها براحة في قلبي، زي ما ربنا بيقول: أنا كنت معاكي في كل لحظة ومستني تسمعيني بس. وعرفت إنه مش لازم أقوله مليون حاجة، أوقات شكرا كفاية تفتح باب من السما. الروح بتتنفس لما القلب بيهدى. وانا قاعدة وساكتة ومفيش صوت ولا موبايل ولا تلفزيون، لقيت دمعة نزلت من عيني من غير سبب، وسمعت صوت في قلبي بيقول: انا كنت هنا طول الوقت ومستنيكي تهدي شوية علشان اتكلم. يسوع اوقات مش بيصرخ، بس هو بيستنى الهدوء. لما الحياة تسكت تبتدي السما تتكلم.
ممكن نشوف يسوع في وشوش الناس العادية. الراجل اللي سلم عليا النهاردة في الشارع وقال لي ربنا يفرح قلبك، كنت محتاجة الكلمة دي وكأني عطشانة. هو مش عارفني وانا معرفوش، بس الكلمة دي عدلت مزاجي طول اليوم. وانا متأكدة ربنا بعتلي الرسالة دي من الشخص ده وانا معرفوش، وهو ما يعرفش هو عمل كده ليه، بس يسوع كان بيستخدمه. لما الهدية تجيلك من السماء على هيئة فكرة تيجي في دماغك، كنت بدور على حل، مخنوقة من حاجة ومش لاقية لها مخرج، وفجأة جات لي فكرة بسيطة جدا. عارفة لما تنوري حاجة كده من جوه؟ الفكرة دي كانت من يسوع. ربنا ساعات بيرد علينا مش بكلمة ولا بحلم ولا معجزة، بيرد بس بفكرة، وساعتها بتحس ان السما فتحت في دماغك. لو حسيت ان يسوع كان معاك في لحظة عادية جدا، اكتب لي انا شفتك يا رب في الكومنتات، وشير الفيديو مع حد ممكن يكون فاكر ان ربنا مش موجود غير وقت الازمات. ما تنساش اللايك والمشاركة وتحفظ الفيديو علشان الكلمة توصل لكل قلب مستني يسمعها. الطبطبة مش دايما ممكن تكون صوت. مرة كنت قاعدة ساكتة جدا، مش متضايقة ومش مبسوطة، عادي يعني، بس كنت محتاجة كلمة أو حتى حضن. فتحت الإنجيل وعيني وقعت على الآيات دي: وأنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. حسيت ساعتها كأن ربنا بيحضني بالكلمة دي، وكأن الآية مش مطبوعة، دي طالعة مخصوص لقلبي. الطبطبة أوقات ما بتبقاش إن حد يكلمني، دي بتكون في إحساس داخلي محدش شايفه، بس قلبي حاسس إن يسوع جنبي. يسوع بيكلمني حتى من الموبايل. كنت بقلب على الفيسبوك زي أي يوم، لقيت بوست صغير كده بيقول ربنا شايف تعبك وبيشتغل على الحاجة اللي انت فاكر إنها متأخرة. الكلمة دي دخلت لقلبي وكأنها معمولة ليا أنا وبس. يعني حتى في وقت السوشيال بيبعت لي رسالة. ربنا ما بيعرفش يقعد ساكت طول اليوم، لازم يطبطب بأي طريقة، ولو مش لاقي طريقة هيستخدم اللي في ايدك. حسيت ان قلبي عايز يقوله يا رب أشكرك على حضورك الهادي وعلى لمستك في يومي العادي، على إنك موجود من غير مطلب، وعلى إنك بتطبطب عليا حتى وأنا سايبك في الزحمة. خليك دايما ظاهر لقلبي حتى ولو اليوم كله ساكت. لو حسيت إنك مش لوحدك حتى في الأيام العادية، شارك الفيديو مع حد محتاج يسمع الكلمة دي واكتب لي في كومنت أنا شفتك يا رب. ما تنساش اللايك والشير والحفظ علشان الكلمة توصل لكل قلب محتاجها. ربنا معايا ومعاكم حتى في اليوم العادي. أمين.